تاني يوم راحت للعمدة رجل كبير صوته تقيل وبيتكلم بحذر كأنه دايما بيخاف من حاجة مش باينة. ازيك يا بنت أخو عبد الفتاح؟ سمعت اللي حصل امبارح. ردت حور بهدوء بس عينها فيه. أيوة يا سيادة العمدة، وكنت عايز أسألك، الصورة دي قديمة قوي، تعرف مين اللي وشه مش باين فيها؟ لما شاف الصورة وشه اتغير، حطها على الطاولة بسرعة وقال: منين جبتي دي؟ دي حاجات قديمة ملكيش دعوة بيها. حور: يبقى هو انت عارف مين ده؟ العمدة سكت وبص بعيد كأنه بيرجع بعقله لزمان، وقال بصوت واطي: الراجل اللي وشه اتشال ده الشيخ محمود، كان هو المسؤول عن مجرى المية زمان. حور: هو اللي عمل اللعنة؟ العمدة هز راسه وقال: اللعنة لا، بس هو اللي خبى السبب. سكت لحظة وقال: زمان لما الساقية وقفت، الشيخ محمود قال إن المية زعلت وإنها مش هترجع غير لما يترد الحق اللي اتمسح من الأرض. لكن الناس كانت مستعجلة، وأنا اللي قلت نطرد زينة. حور قالت بحدة: يعني حضرتك اللي بدأت كل ده؟ العمدة قام وهو بيحاول يخبي ارتباكه: كنت بحمي الناس، الساقية كانت بتموت والبلد كلها كانت هتضيع. في اللحظة دي المية اللي كانت بعيدة عن البيت بدأت صوتها يعلى من بعيد كأنها بتغلي. صوتها دخل من الشباك كأنه صوت نفس بيتقرب، وحور سمعت همسة جوه ودنها: اللي ظلم لسه عايش. بصت للعمدة ولقت نقطة مية بتنزل من السقف فوق راسه. نقطة واحدة وقعت على الصورة اللي قدامهم، ولما لمستها الوش المشطوب ظهر لحظة واحدة.